واحنا بنودع الشهر الكريم شهر رمضان، شياطين الإنس بسرعة بيفكروا ازاي يحتفلوا بالعيد بطريقة كلها أذى للنفس والغير. مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بيوثق عملية بيع وتوزيع مواد مخدرة خلف مسجد الشعراوي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. الفيديو ظهر فيه شباب بتبيع مخدرات لبعضها خلف المسجد، والبعض قال إنهم بيستعدوا بالطريقة دي للاحتفال بعيد الفطر المبارك. الكارثة إن اللي بيحصل ده في الشارع وعلى عينك يا تاجر زي ما بيقولوا، ولازم يكون في وقفة حازمة وتشديد أمني على الناس دي لعدم انتشار ظاهرة المخدرات وخاصة في الاحتفالات. رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا رجال الشرطة بسرعة ضبط الشباب اللي بتوزع مخدرات دي والقبض عليهم، وتشديد التواجد الأمني في أماكن الاحتفالات والأماكن اللي الناس دي بتكون متواجدة فيها، وده لحماية أرواح الناس وعدم انتشار الجرائم اللي بقينا نشوفها كل يوم تقريبا بسبب انتشار مواد مخدرة أشكال وألوان. وكأن الناس دي قصدها تدمر عقول بعض الشباب اللي ماشيين ورا كيفهم في المستنقع ده، وكل يوم يخترعوا مخدرات شكل. الأجهزة الأمنية أكيد هتتحرك وترصد العيال دي، وهيتم القبض عليهم، وده اللي اعتدنا عليه من وزارة الداخلية بسرعة التحرك وضبط الخارجين عن القانون لتطهير المجتمع والشارع منهم وتقليل حدوث الجريمة.